طبعا الشعب السوري بطبيعته شعب مسالم، لا يحب الحروب ولا يحب الدماء، لكن فرضت عليه ظروف الاستبداد والقمع الطويلة التي عاشها في ظل نظام حكم الأسد منذ عام 1970 في أيام حكم الأسد الأب وحتى يومنا هذا. فرضت عليه ظروفا قاسية أدت به إلى ما أدت إليه في خلال هذه الأيام. لا يتصور شعب من الشعوب أو أي فرد خارج سوريا كم كان يعاني الشعب السوري بشعبه، بأطفاله، بنسائه، برجاله، ما عاشه خلال فترة الأسد من استبداد وظلم وقمع وحشي. وعندما تفجرت ثورة الكرامة في عام 2011 آذار 2011 كان الشعب خرج بشعب أعزل، خرج يطالب بحرياته، بكرامته، يطالب بأبسط حقوقه، لكن آل الأسد حقيقة والنظام البعثي المجرم الموجود في سوريا لم يكن يتحمل صرخات الحرية والكرامة والمطالبة بالحقوق، فبدأ بأقسى وأشنع ويعني الظروف يقمع هذه الثورة الكريمة. ومرت 10 سنوات كانت يعني استثناء عن السنوات التي عاشها السوريون منذ فجر التاريخ. فقتل حوالي 1,000,000 شخص سوري، الآن لدينا حوالي 1,000,000 يتيم، 1,000,000 معاق. الملايين من السوريين أصبحوا خارج البلاد، هاجروا للأسف إلى دول الجوار، إلى تركيا، إلى لبنان، إلى الأردن، إلى العراق، إلى مصر، حتى إلى أوروبا وأمريكا وكل دول العالم. قلما تجد بلدا من البلدان في العالم لا تجد فيه لاجئا مهاجرا هرب من قمع الأسد واستبداده. بالإضافة إلى ذلك نزح أيضا الملايين الأخرى من السوريين من مدنهم وقراهم إلى المخيمات في الشمال السوري، حيث هي الأماكن يعني بعيدا عن سطوة الأسد وعن سيطرة الأسد. طبعا قد تسأل كثير من السوريين في دول اللجوء: هل تعود إلى نظام الأسد والعيش تحت هذا الظرف؟ كلهم يقولون لك: لا نستطيع أن نعيش تحت حذاء الأسد العسكري مرة أخرى. مهما عشنا في ظروف صعبة في المخيمات أو في دول اللجوء، لكنه أفضل بكثير من المعيشة تحت نظام قمعي استبدادي مجرم كالأسد. للأسف في هذه السنوات 10 عندما حلم السوريون بالحرية والكرامة والديمقراطية كباقي شعوب العالم، أدى بهم الشيء الكثير، فقدوا فيه أرواحا عزيزة على أنفسهم. قلما تجد أسرة سورية أو بيتا سوريا لم يفقد من أحبائه، من أبنائه. تجد الكثير من الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن، تجد الكثير من الأمهات اللاتي فقدن أبنائهن، تجد الأطفال الذين يتموا والنساء اللواتي رملت في كل مكان، في كل قرية ومدينة ومخيم سوري. في الصحة كما قلنا سابقا نجد الكثير من المعاقين الذين فقدوا أطرافهم بأعداد كبيرة. في المجال التعليمي يعني الآن حسب تقديرات الأمم المتحدة يوجد حوالي 2.4 مليون طفل ويافع سوري بعيدين عن مقاعد الدراسة. الأمم المتحدة أحصت حوالي 700 هجوم على مدرسة سورية في المناطق المحررة، وهو هجوم موصف ومحدد بالزمان والمكان. وكنت واحدا من الأشخاص الذين شاهدوا بأم أعينهم الكثير من هذه الجرائم. زرنا مدارس مقصوفة للأسف واستشهد فيها الكثير من الأطفال ودمرت هذه المدارس. لذلك في المجال التعليمي وأنا مختص بهذا الشأن افتتحت المدارس في المخيمات في الهواء الطلق. زرت حوالي 600 مدرسة في المناطق السورية المحررة، كلها في المخيمات، كلها في العراء تحت أشجار الزيتون، حتى أنني زرت بعض المدارس في كهوف سابقا. وهنا أوجه تحية وإكبار في الذكرى السنوية 10 لانطلاق الثورة السورية التي تترافق أيضا مع عيد المعلم السوري. تحية إكبار لكل معلم استشهد وفقد حياته في هذه السنوات، لكل معلم لا زال يرزح خلف قضبان حكم الأسد، ولكل معلم متطوع يعمل مجانا الآن طواعية في الداخل السوري المحرر في إدلب وما حولها، يعمل تطوعا احتسابا لله عز وجل دون أي أجر مادي، لكنه ينتظر الأجر من الله عز وجل. لا زال يدرس في القرى وفي المخيمات. وأذكر هنا قرية مزين التي زرتها في يوم من الأيام في جبل الأكراد في ريف اللاذقية.
المدرسة قصفت هناك، فكانت مديرة المدرسة يعني لشدة تعلقها بالتعليم ولحملها رسالة التعليم نقلت كل الطلاب إلى بيتها الخاص، فافتتحت مدرسة في بيتها، فوجدت في غرفة الضيوف صفا، وفي غرفة الجلوس صف، وفي المطبخ، وحتى في غرفة نومها. كل غرفة من غرف البيت أصبح صفا تستقبل فيه الطلاب، وعلى فوجين، يأتي أول فوج ثم ينصرف، ويأتي الفوج الثاني ثم ينصرف، وهكذا، وكله تطوعا. وكامل الفريق من المعلمات التي كنا يدرسنا في هذا البيت كنا متطوعات. وفوق ذلك كان يأتي الطيران بين الفينة والأخرى ليرمي البراميل ويرمي القذائف على هذه القرية الوادعة الآمنة. حلمنا بالحرية لن يسنيه كل العقبات، ولن تسنيه الدماء والأشلاء التي جرت برغم كل ما حصل. صحيح هي 10 سنوات من الكرب، 10 سنوات من الدماء والأشلاء، لكنها بنفس الوقت هي 10 سنوات من العزة والفخار والشعور بالكرامة. طبعا نحن هنا كأشخاص استضافتنا تركيا، نشكر تركيا هذا البلد الطيب، نشكر تركيا شعبا وحكومة ودولة على استضافتها للملايين من السوريين، وهي صحيح أنها محنة، لكنها قد تنقلب إن شاء الله إلى منحة، لأننا كشعوب التقينا مع بعضنا وتعرفنا على بعضنا. وبالمناسبة لطالما آذى نظام الأسد الشعوب المحيطة به، فلطالما من خلال المناهج السورية آذى الدولة التركية، الشعب التركي، فكنا دائما كان يضع في المناهج السورية أشياء تؤذي جيرانه، فكان دائما يعني يتكلم عن الاحتلال العثماني والاحتلال التركي، وكان دائما يعني يحاول أن يقيم علاقات مودة وصداقة مع الجهات التي تعادي تركيا. فتارة يتعامل يعني يقيم علاقات مع حزب العمال الكردستاني ويحاول أن يحتويه في سوريا ضد تركيا، يقيم علاقات مع اليونان، مع أرمينيا، أي دولة تعادي تركيا فكان يحاول أن يقيم علاقات طيبة معها، ويصور دائما الشعب التركي على أنه شعب عدو للشعب السوري عموما وللشعب العربي خصوصا. وهذا شيء نحن ندركه في قرارة أنفسنا أنه شيء غير صحيح وشيء غير موجود، بل على العكس نحن وجدنا محبة وطيبة وودا مع الشعب التركي، لأنه شعب مسلم مؤمن مثلنا، تربطنا به رحم وتربطنا به علاقات جوار ومحبة كبيرة. شكرا جزيلا لحضراتكم.